في فيديو النهاردة هنعمل حلويات شتوية خطيرة. هنعمل الأبل باي بشكلها التقليدي. هقول لكم كل التبس اللي تخليها تطلع مظبوطة معاكم من أول مرة. هقول لكم كمان في الفيديو إزاي تطلعوا عجينة مظبوطة لأي نوع فطاير. أنا نسمة ودي قناتي، لو أول مرة تشوفوها اشتركوا وفعلوا الجرس ويلا بينا نبدأ على طول. اول حاجه تعالوا نعمل العجينه بتاعه الفطير. هنحتاج 2.5 كوباية دقيق، هحتاج 2 كوباية زبده بارده متلجه متقطعه مكعبات، وهحتاج كمان نص كوبايه سمنه تكون بارده جدا. طول عمرنا بنستخدم الزبده بس واحنا بنعمل الفطير، بس بتواجهنا مشكله دايما واحنا بنشكل العجينه او بنفردها، بنعمل منها اشكال تبتدي تتكسر وبتبقى مش ماسكه في بعضها كويس. في الوصفه دي الميكس بين الزبده والسمنه بيديني الهشاشه والخفه بتاعه الزبده، وفي نفس الوقت السمنه بتديني مرونه وان انا اقدر اتحكم في العجينه واشكلها زي ما انا عايزه من غير ما تتقطع مني. اهم حاجه ان الاتنين يكونوا باردين جدا، انا سايباهم من قبلها بيوم في التلاجة. هحتاج كمان معلقتين كبار سكر ومعلقه صغيره ملح، وهنحتاج ميه متلجه. انا حاطه هنا ميه بتلج، هاخد منها 3/4 كوبايه وانا بعجن العجينه. هبتدي بقى انزل الدقيق وهنزل عليه السمنه والزبده الملح والسكر، وبعد كده هبتدي افركهم بالشكل ده بأطراف صوابعنا. هنبتدي بس نفرك الزبدة والسمنة وندخلهم في الدقيق. نقدر كمان نستخدم محضرة الطعام نحط فيها كل المكونات دي ونبتدي نضرب ونوقف، مش متواصل، بس لحد ما اوصل للقوام ده. تقريبا دقيقة واحدة هتكون خلاص كده بالشكل ده، عاملة زي الرملة كده. هنقلها بقى في طبق، وبعدين هناخد بقى من المية المتلجة دي هاخد 1.25 كوباية. ابتدي انزل المية بالتدريج، تقريبا معلقتين في كل مرة، والم العجينة بالشكل ده. انا مش بعجن خالص، لو عجننا هتتحول لعيش، هتبقى ناشفة، مش هتديني الاحساس بتاع الفطيرة المقرمش الخفيف ده. تقريبا الكمية دي اخدت مني 150 ملي مية، تقريبا 1.25 كوباية. لحد ما اوصل للقوام ده المها كده الاقيها بتتجمع معايا. هبتدي المها كده على بعضها من غير معجن ولا حاجة، وهقسمها نصين. شايفين؟ هو ده شكل العجينة المظبوطة، طبقات الزبدة والسمنة واضحة في نص العجينة. هلم كل جزء منهم على جنب وابتدي اغطيه كويس قوي كده واحطهم في التلاجة او في الفريزر. لو مستعجلين عليها هتحطوها نص ساعة في الفريزر، ولو عندكم وقت تقدروا تحطوها ساعتين لحد يوم كامل، يعني ممكن تجهزوها وتاني يوم تشتغلوا فيه. تعالوا بقى نشوف هنعمل الحشوة بتاعة التفاح ازاي. هحتاج 8 تفاحات متوسطة، تقريبا كيلو 200 جرام. تقدروا تعملوا ميكس بين اي انواع تفاح بتحبوها. هحتاج كمان 1.25 كوباية سكر، ربع كوباية دقيق، معلقة كبيرة عصير ليمون عشان التفاح ما يسودش مننا، معلقة صغيرة قرفة تقدروا تزودوها أو تقللوها على حسب ما تحبوا، ومعلقة كبيرة زبدة. هبتدي أقشر التفاح كله، وابتدي اقطعه شرايح بالسمك كده. مش عايزاها رفيعه قوي عشان ما تستويش زياده وتتحول لصوص، وفي نفس الوقت مش عايزينها كبيره قوي عشان تبقى طريه. المقاس ده كويس جدا. هنزلهم بقى في حله، هزود عليهم المكونات اللي عندي، السكر وعصير الليمون، القرفه والزبده. هرفعهم على النار تقريبا 5 دقايق. انا عايزه التفاح يبتدي يدبل بس مش يستوي كده. خلاص تمام قوي، هرفعهم من على النار. عشان نعمل الابل باي محتاجين طبق من بتاع الفطيره. الطبق ده تقريبا عمقه 5 سنتي. لازم تكون حاجه عميقه، مش بتاعه التارت اللي هي تقريبا 2 سنتي دي، لا، محتاجين حاجه عميقه عشان الحشوه الكتيره اللي احنا عاملينها. انا استخدمت هنا طبق مقاسه 25 سنتي وعمقه 5 سنتي. هبتدي بقى اطلع الجزء الاولاني من العجينه، هرش رشة دقيق خفيفة كده وابتدي افرده، وبعد كده هنقله على ورق زبدة وافرده بقى على قد الطبق اللي انا هشتغل فيه. وطول ما انا بشتغل ابتدي الم الجوانب كده واسويها. ابتدي انقل العجينة بقى في الطبق اللي هشتغل فيه من غير ما ندهنه ولا اي حاجة، هي مليانة زبدة. ابتدي اسويها وهسيب الجوانب الزيادة دي هنقصها في الاخر. هدخل الطبق ده زي ما هو كده الفريزر نص ساعة.
الجزء التاني بتاع العجينة هبتدي افرده بقى بنفس السمك، وهقطعه شرايح طويلة تقريبا عرضها 2 سنتي زي ما انتوا شايفين كده. دي اللي هنزين بيها وش الفطير. هدخلها التلاجة لحد ما نيجي نشتغل فيها. هنطلع بقى الفطيرة من الفريزر، هنزل الحشوة بتاعة التفاح، هنسويها كده، ونبتدي بقى نجيب الشرايح اللي احنا قطعناها. هرص 3 أو 4 شرايح بالشكل ده بعاد عن بعض. هسيب واحدة وارفع التانية بالشكل ده، هنسيب واحدة ونرفع اللي جنبها، ونحط شريحة تانية بالعرض. هنزل اللي رفعتهم وابتدي اطلع العكس، الاتنين التانيين او التلاتة التانيين. وهكمل كده لحد ما اخلص كل العجين، لحد ما يبقى عندي الشكل ده. هقص الاطراف الزيادة اللي بره، ابتدي بقى الف الطروف دي لجوه، الفها لجوه واقفلها جامد كده علشان طرف الفطيرة يبقى شكله حلو. هبتدي امسك العجينة واضغطها كده عشان نعمل فيها الشكل ده. بعد كده هحتاج صفار بيضة ومعلقة لبن، هضربهم كويس وابتدي ادهن بيهم العجين كويس قوي. هنرش عليه بقى شوية سكر عادي مش سكر بودرة، بيديها شكل حلو وبيبقى مقرمش وشكله حلو جدا عليها من بره. هتدخل فرن ساخن مسبقا على درجة حرارة 200، بسيبها 25 دقيقة، وبعد كده اغطي الطروف بفويل او بورق زبدة او حاجة عشان ما تتحرقش مني، واسيبها كمان 25 دقيقة. هنطلعها بقى ونسيبها تبرد 3 ساعات. انا عارفة ان دي حاجة صعبة جدا، بس مضطرين نسيبها تبرد بره التلاجة عادي عشان الحشوة تستقر ما تقعش بقى مننا واحنا بنقطعها، يبقى تقديمها سهل كمان. ده شكلها بعد ما طلعت، لونها وريحتها تجنن طبعا. طبعا ريحة القرفة والتفاح خطيرة. قدموها بقى مع آيس كريم فانيلا وسلطة كراميل واستمتعوا. طعمها يجنن، الحشو مظبوط جدا والعجينة مقرمشة، الريحة والطعم خيال. بس كده، لو لسه بتتفرجوا لحد هنا شكرا جدا عشان بتتفرجوا للآخر. ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وشير وتشتركوا في القناة. أشوفكم الفيديو الجاي.